جولة جديدة من قناتكم جولتنا اليوم في شارع صلاح سالم المنشيت اسكندري، وهو من أرقى شوارع الإسكندرية القديمة. المنشيت هو أحد أقسام حي الجمرك في مدينة الإسكندرية في مصر، أحد أقدم وأكبر ميادين المدينة. كان يطلق عليه سابقا ميدان القناصل، ويتوسطه حديقة الميدان التي يتوسطها تمثال برونزي ضخم لمؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا، وهي منطقة تجارية عريقة في المدينة، ويطل على مجموعة من الشوارع منها شارع نوبار باشا وشارع السبع بنات. يوجد بالمنطقة ميدانيين رئيسيين هما ميدان أحمد عرابي وميدان محمد علي باشا، يطل عليهما مباني متعددة منها مبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية سراي الحقانية سابقا، التي تم إنشاؤها العام 1886. أيضا يوجد قصر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، كما توجد بها موقعا سابقا لقبر الجندي المجهول بالإسكندرية قبل نقل موقع الاحتفال التذكاري السنوي الرسمي بالجندي المجهول إلى ميدان محطة مصر في المدينة. تم في العام 1999 عمل مشروع لتطوير الميدان شمل إزالة التعديات على أرصفتها وتغيير لخط سيرة رمال مدينة ومنادين الأحدث للتاريخية للشهيرة التي شهدها ميدنا لمنشيت خطاب شهير للرئيس لمصري للراحل جمال عبد الناصر في 26 أكتوبر 1954 فيما يعرف تاريخيا بحادثة لمنشيت.